كثيرا إن شاء الله لن نطيل على حضراتكم. لازلنا مع دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. انتهينا في المرة الفائتة من غزوة بني المصطلق، واليوم إن شاء الله نبدأ الكلام عن غزوة من أهم الغزوات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق. سبب هذه الغزوة أن بعض اليهود وعلى رأسهم سلام بن أبي الحقيق وأخوه كنانة وحيي بن أخطب ذهبوا إلى أبي سفيان اللي هو زعيم قريش، فقالوا له نريد أن نجتمع معكم نحن اليهود وأنتم قريش، ثم قبائل غطفان وغيرها من القبائل، ثم نستأصل محمدا ومن معه. ثم فإذا بأبي سفيان يقول له أنتم أهل كتاب، فإنا نريد أن نسألكم عن شيء، هل نحن خير، يعني ديننا خير أم دين محمد؟ هو طبعا عارف أن سيدنا محمد على الحق اليهود، لكنهم قالوا بل دينكم خير من دين محمد. ففرح أبو سفيان ومن معه بذلك. وفي هذا نزل قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. احتشد المشركون في حوالي 10,000 مقاتل وانطلقوا لغزو النبي محمد صلى الله عليه وسلم في عقر داره. وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق من؟ عن طريق العباس بن عبد المطلب، كان عنده كما قلنا عين على المشركين، فأرسل بما أعده المشركون للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم على عادته يستشير أصحابه، فقال سلمان الفارسي رضي الله عنه يا رسول الله إنا كنا إذا حوصرنا خندقنا حولنا، نحفر الخندق. طبعا دي حاجة جديدة على العرب. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه أن يحفروا الخندق، وظلوا يحفرون فيه شهرا كاملا. النبي عليه الصلاة والسلام على عادته ما قالش للصحابة يلا اشتغلوا وربنا معاكم وفضل هو قاعد، لا، كان أول من يحفر مع الصحابة رضي الله عنهم، وكان يرتجز عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. وكان يقول أيضا اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا، ويمد بها صوته عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة يردون عليه صلى الله عليه وسلم ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. طبعا الجماعة المنافقين كالعادة أول ما يلاقي في شدة كده وفي شغل يوم يعمل إيه؟ يوم يفلسع على طول، يطلع يجري. إنما وقت الغنيمة مثلا ووقت الجوائز والقصة دي تلاقيه حاضر أول واحد كعادتهم في كل زمان ومكان. فكانوا بيطلعوا كده من غير استئذان. إنما المؤمن كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويستأذنه إذا أراد أن يرجع إلى بيته في حاجة من الحاجات. وقال الله تعالى في هذا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله إلى آخر الآية. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ظل يحفر معهم، فحدث موقف كده جميل بيحكيه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري وغيره. هم الصحابة بيحفروا، جابر يقول عرضت لنا كدية صخرة يعني عظيمة لا تعمل فيها المعاول، يعني كسر فيها أبدا مش هتكسر. فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال جابر فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقد عصب على بطنه حجارة من شدة الجوع، قال وأنا أعرف في وجهه الجوع، وقد لبثنا 3 أيام ما ذقنا فيها ذواقا، 3 أيام لا يأكلون شيئا.
جابر طبعا هو جعان هو كمان، بس انت لما تشوف النبي عليه الصلاه والسلام جعان تنسى نفسك وتنسى الجوع اللي انت فيه. فقام النبي عليه الصلاه والسلام لما قالوا له يا رسول الله كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول، فقال انا نازل. فقام عليه الصلاه والسلام ثم قال بسم الله وضرب الصخره فاذا بها صارت كثيبا اهيل، يعني بقت كوم رماد. قال جابر تأذن لي يا رسول الله أن أذهب إلى البيت؟ قال قد أذنت لك. فقام رايح وميل لامراته هل عندك شيء؟ فإني رأيت شيئا لا صبر لي عليه، رأيت الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عندي عناق، يعني ايه معزة صغيرة كده، وحفنة من شعير. قال خلاص اعملي أي حاجة كده، وقالت له هات واحد، الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاه واحد أو اثنين، ولا تفضحني بالقوم، ما تجيبليش بقى 10 15، ده انت لسه هتشوف اللي هيحصل. فقام جابر لما الدنيا خلاص تمام قام رايح النبي عليه السلام وقال له ايه يا رسول الله تعالى انت ومين؟ واحد كده او اثنين معاك. قام النبي عليه السلام واقف وقال يا اهل الخندق هلموا فقد صنع لكم جابر طعاما. صنع لكم جابر طعاما، ده 1000 واحد. قال جابر فأدركني من الحياء ما لا يعلمه إلا الله. وقام جاري على مين؟ على مراته، قال لها الحقي الجيش كله جاي ايه يتغدى عندنا. قالت له بك وبك تشتموا يعني؟ قال لها والله قد قلت الذي قلت لي. المهم قام النبي صلى الله عليه وسلم داخل وقام ماسك البرمه بتاعت الشعير وماسك اللحم وسمى الله تعالى وبارك، ثم قال ادخلوا 10 10. قال جابر فوالله لقد أكلوا جميعا وإن البرمة كما هي والعجين كما هو. ودي بركة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلوات ربي وسلامه عليه. طيب الجماعة المشركون وصلوا إلى الخندق، طبعا مش متخيلين أبدا إنهم يلاقوا إيه حفرة كبيرة، خندق كبير أمامهم. يعملوا ايه؟ فضلوا واقفين. خلي بالك في جبل كده اسمه جبل سلع، الرسول صلى الله عليه وسلم خلى ظهره للجبل ده، وايه الخندق قدامه والمشركين واقفين بره الخندق. هيكون بينهم ايه؟ رمي بالنبال والأس، انما لا يستطيعون ان يعبروا اليه. في حته صغيره كده عدى منها مين؟ عدى منها واحد اسمه عمرو ابن عبد ود، وكان رجلا جلدا قويا، يعني الناس كلها تتحدث بقوته. هو وجماعة من المشركين عدوا بالخيول، فخرج إليهم علي بن أبي طالب وما في نفر من المسلمين. فقام علي بن أبي طالب قال له يا عمرو إني سمعت أنك قلت إن خيرك رجل بين أمرين أن تختار أحدهما. قال أجل. قال فإني أعرض عليك الإسلام. قال لا حاجة لي في ذلك. قال فإني أعرض عليك النزال. يا ابن أخي فوالله إني لا أحب أن أقتلك، مستهتر بيه يعني. فقال علي ولكني والله أحب أن أقتلك، بس أنا بقى يا أخي نفسي أقتلك. فحينئذ غضب عمرو بن عبد ود ونزل من على الفرس وعقر الفرس. طب الفرس ماله؟ انت بتعقر الفرس ليه بقى؟ يعني بيخوف سيدنا علي بن أبي طالب يعني. وانقض على علي فتجاول وتبارز فقتله علي رضي الله عنه. ففر من معه من المشركون من حيث قدموا، وكبر المسلمون وفرحوا بهذا النصر بفضل الله تبارك وتعالى. طيب كده المشركون وقفوا أمام النبي عليه الصلاة والسلام، هيعملوا إيه بقى؟ عشان يغزوا النبي عليه الصلاة والسلام ويحاصرونه من الأمام ومن الخلف. هذا ما سنعرفه غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بحبه وحب حبيبه عليه الصلاة والسلام، وأن يحشرنا معه في أعلى جنان الخلد. وإن قصرت بنا أعمالنا إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.